أسرار الصدقة. مرات كتير بنفتكر إن العطاء هيقلل من اللي في إيدينا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما نقص مال من صدقة، بالعكس البركة بتنزل والرزق بيتفتح والقلب بيرتاح. الصدقة ليها أسرار عجيبة، بتداوي المرض، داووا مرضاكم بالصدقة، بتدفع البلاء، بادروا بالصدقة فإن البلاء لا يتخطاها، وبتطفئ غضب الرب. في ناس بتقولك: لما أقبض، لما أفضى، لما ارتاح، لما اسد اللي عليا. لكن الحقيقة إن البركة بتيجي وانت لسه مشغول ومحتاج. أعظم الصدقة مش من الفائض لكن من القليل. النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الصدقة جهد المقل. يعني وانت مزنوق ومحتاج وبتدي وواثق إن ربنا هيديك أضعاف مضاعفة. يمكن صدقة صغيرة محدش لاحظها تكون سبب ستر عظيم في الدنيا والآخرة. الصدقة الجارية عاملة زي لمبة بتنور ليك في الدنيا وبتفضل منورة ومكملة معاك للآخرة. لو حاسس إن الدنيا مقفلة افتحها بصدقة. لو محتاج رزق أنفق ينفق عليك. واحد من الصالحين كان بيقول: كنت إذا ضاق علي الرزق أسرعت إلى الصدقة. الصدقة في الراحة سهلة، لكن الصدقة في وقت الضيق دليل على إنك واثق في ربنا. دي كانت دقيقة لقلبك. لو عندك طلب عند ربنا اربط دعائك بصدقة، يمكن تكون هي المفتاح اللي هيفتح لك أبواب السماء. ما تستناش الظروف تتحسن علشان تدي، الصدقة هي اللي هتحسن الظروف.